عم وقف تصوير بعدين. فكرت كتير ازاي ابدا لكم بفيديو فكرته كرييتيف زي ما اتعودتوا وزي ما شفتوا من شويه. الراجل باكل عيش وفاتح المكان ده عايز اكل في عيش. ولكن في اوقات كتيره بيبقى الواقع ابلغ بكتير قوي من اي بدايه كرييتيف او بدايه مختلفه. طيب محمود الجمال واديته فلوس وعمال طلع طبل. مش هنعمل حوارات، مش هنعمل قصص، لا يا حبيبي انا جاي عشان تاكدنا على حسابك. مش هنعمل مشاكل يا عم بعد اذنك بعد اذنك بس مالكش دعوه. لان اللي موجود دلوقتي اصعب بكتير قوي من اللي انت تتخيله. يا ربي انا وصلت ان انا بعت حاجات في المطبخ عشان اقبض شيكات عندي. مش مجرد دعايه، دي حكايه كبيره. فالموضوع عندنا والله العظيم بجد جاي بالمراحل الاخيره. في كل مره كنت باجي فيها المكان هنا علشان استخدم صفحتي في الخير واكبر بخاطر الناس هنا، سواء اصحاب المكان او حتى العمال اللي شغالين في المكان ده، علشان يفضل البيوت دي مفتوحه. كنتوا بتجبروا بخاطر الناس دي اكتر مني، وكنتوا بتدعموا الناس دي وبيفضلوا مكملين بالشهر والاتنين شغالين زي الفل. ولكن المره دي الموضوع مختلف، موضوع يبان مؤثر بس هو بالفعل مؤثر. النهارده انا جيت في قصر الجملي علشان خاطر اساعد الناس دي انها تفضل مكمله. يمكن مش واخدين فلوس بس واخدين خير كتير من عند ربنا. المكان ده بالهدوء ده بالشكل اللي انت شفته ده للاسف مش في احسن حالاته، وده اللي خلاني جيت للمره الثالثه علشان برضه استخدم صفحتي واستخدمكم انتوا في الخير النهارده في قصر الجملي علشان البيوت دي تفضل عمرانه. يلا بينا. يمكن انا المره دي مش جاي علشان خاطر اقيم اكل، لان انا تقريبا قيمت الاكل ده مره واثنين وثلاثه، وعارف جوده الاكل سواء من ناحيه الاكل كطعم او من ناحيه الاكل كسوى. مش جاي اكل، انا جاي اعمل دعم للناس دي. دعم للناس ده مش هيبقى بيا انا بس، هيبقى بيا وبحضراتكم. احنا عندنا النهارده ايه يا صلاح؟ الصينية مكونة من 4 سمان وفرخة شيش ونص صدق ونص كفتة مع الرز والمحشي والممبار. الصينية ديت كانت بكام ودلوقتي بكام؟ الصينية دي ب 1600 وعلشان خاطر البطل ياسين عاملين عليها عرض ب 1200. في عرض تاني بقى عايز اوريه لك معانا غير عرض البطل ياسين؟ ده ايه؟ كده ده مش مستوي صح؟ مش مستوي، لا لسه هنسوي. ده عرض الميكس 2 كيلو ميكس. بيكون فيه قلب وكلوة وكبدة وسجق والكفتة. حلو. 2 كيلو 850. ده كمال العرض. اسمه عرض الميكس. عرض الميكس. طيب تمام. الصينية دي بالعيش بالسلطات بالخدمة بالرز بكل حاجة. في رز تحت الصينية؟ في رز، مش تيجي تدفع غير بس 1200 جنيه. طبعا انت في كفتة. ايوه كفتة. وفي فراخ شيش. ايوه. ومعانا هنا سمان. كام واحدة سمان؟ 4 سمان. 4 سمان. تمام. ومعاها السجق. تمام. بالرز بقى بالسلطات بالحاجة كل حاجة. صراحة أنا عارف الأكل مش محتاج إن أنا أدوق، وأنا أيوة قطمت دي وكلت منها قبل التصوير، وأنا مش عايز يعني أشرح وأقول لك ده جوسي وده حلو ولطيف. الكلام ده زي ما إحنا بدأنا الفيديو بكل بساطة هنكمل برضو الفيديو بكل بساطة. قول لي أنا جيت النهاردة ليه؟ والله العظيم أنا بستبشر لما حضرتك بتيجي وتعمل ريفيو أو فيديو للمكان. هل كان في مردود خلال الفيديوهات اللي فاتت دي؟ أي فيديو أنت عملته فعلا بيجي ناس بتذكرك بالاسم. الناس أنا جاي من طرف أستاذ محمود. طب هل أنا بقول الكلام ده علشان أبين لكم إن أنا عندي ناس بتحبني وبتيجي تجرب عن ثقة عن محمود كويس، يعني بيقول رأيه كويس فهثق وهاجي على رأي محمود؟ إطلاقا. فعلا. أنا بقول الكلام ده علشان تعرف حجم قوتك أنت كواحد متابع بيجي. لما بيجي المكان ده بيستمر، بيفضل شغال. ليه بقى أنا بقول كده؟ المكان يستاهل، من ناحية المكان، من ناحية الهدوء، من ناحية الخدمة، من ناحية الأكل كجودة وكتسوية، يستاهل إنه المكان ده ما يبقاش فيه ترابيزة فاضية، في نفس الوقت سعر كويس. عايز تقول حاجة؟ حاجة بسيطة. احنا لولا فيديوهات حضرتك كل ما بتيجي ربنا بعد ربنا طبعا بنلاقي مردود حلو. الحمد لله. علي من الناس الشخصيات النظيفة طبعا، ما بيحبش يقطعش حد، بس انا مضطر ان انا امشي فلان. عايزك تقول للناس عنوانك ورقم التليفون. كرداسة طريق المنصورية بعد كوبري غطاطي، وهتلاقي الرقم على اول الفيديو. انا مش حافظ رقم عليه. انت مصمم يعني تحرجنا؟ اقول لك الرقم؟ حط لهم الرقم على الشاشة. أيوة. استنيكوا تيجوا هنا وتجربوا عرض البطل ياسين. بس كده. روح.